بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. الفيديو الجديد بتاعنا عبارة عن منين بالملبن، طعمه جميل جدا وخطير ومقرمش، وعملناه المرة دي بجوزة الهند مش بالسمسم كالمعتاد كالعادي، يعني كاللي احنا بنعمله دايما. مقاديره سهلة وبسيطة، هكتبها لكم في صندوق الوصف. أول حاجة دي سمنة، لبن بودر، خميرة، سكر. اول حاجة هنجيب 250 جرام مية، هنحط عليهم معلقتين اتنين سكر ومعلقة كبيرة خميرة، ونقلبهم كويس جدا جدا، وننزل عليهم ب 250 جرام سمنة، وبرضو نقلب على قد ما تقدري. طبعا كمان السمنة ساقعة والمية ساقعة مش هيدوبوا، بس يعني حاولي تدوبيهم. بعد كده هننزل ب 450 جرام دقيق، بس ابدأي ب 400 جرام دقيق الأول، وطبعا معلقتين كبار لبن بودرة وذرة ملح. وحاولي كده تلمي العجينة، مش تعجني، يعني مش تغرزي كده وتعجني وتدي ولا، يا دوبك تلمي العجينة زي ما انت شايفة. بصي بكلوة ايدك كده، سوري بكبشة ايدك، مش بتغرزي، يعني اللي هو انا بلم السوائل مع السمنه مع الدقيق. بصي زي ما انت شايفه كده، انا قربتها لك خالص، وعجينه بتبقى مفتحه مش ناعمه وملساء، كانها كده بيتزا او قرصه طريه او مثلا فطير مشلتت. لا، هي يا دوبك لمناها، وهنسيبها ترتاح ربع ساعه. احنا مش بنخمر، احنا بس بنسيبها ترتاح ربع ساعه عشان نيجي نفردها. هنبدر كده تبديرة خفيفة قوي كده دقيق، عشان خاطر الملبن بتاعنا نعمله فتل كده او نبرمه. زي ما انت شايفة اهوت، انا ببرم الملبن، لا رفيع قوي ولا تخين قوي، عشان خاطر ده هحشيه. وقطعيه كده قطع صغيرة براحتك، عايزة تسيبيه كبير برضو اللي يريحك. هنعفر تعفيرة بسيطة كده دقيق، ونظبط العجينة، وبعد كده هنفردها. طبعا الخطوة دي محتاجة دقة. اولا انا بستعمل ميزان، هنفردها زي ما انت شايفة كده، ونقطعها بالقطاعة بتاعتنا. وانا بوزن كل كورة من 80 ل 85 جرام حسب الصينية بتاعتك. الصينية بتاعتي 30 في 40، الصينية بتاعتي كبيرة مش صغيرة، 85 جرام. وكوريها بايدك كده، مش هنعملها كرة ونلفها وزي القرصة، لا، اللي هو كوريها تقويرة عادية خالص كده. حاولي بقى بالنظر لو ما عندكيش ميزان، بس الميزان ده مش غالي خالص، المفروض كل بيت يكون فيه ميزان. كل حاجة دلوقتي بقت بالجرامات، كل الوصفات الدقيقة بالجرامات. زي ما انت شايفة كده، 84، 85، 83، كورتها تقويرات اهوت عشوائية، مش برمها لا، تقويرات عشوائية خالص. وبعد كده هنجيب اول كورة احنا عملناها، هنفردها فردة بسيطة مش رقيقة، فردة بسيطة، ونحط الملبن في النص ونقفل. وزي ما انت شايفة كده، بصي انا مش عايزة اتكلم كتير، انا عايزاكي تشوفي. بفرد العجينة، وبعد كده بحط الملبن واقفل من الجوانب، وبعد كده اقفل من فوق وابرم، واقفل تقفيلة بحيث ان الملبن ما يعضمش لو طلع وما يسحش. يعني انا جايبها لك قريبة خالص. تفردي، تحطي حتة الملبن على قدها، وتفردي الجانب من هنا ومن هنا، وتقومي قافلة كده، وتقومي عاملة. هعملها لك برضو واحدة كمان بس من ناحية جوه عشان تكوني شايفاها. تقفلي وتسيبي العجينة طرية وجميلة قوي، كان ملمسها جميل جدا يعني، ما يتشبعش منها، تقعدي تلعبي يعني بقى. انا بحس ان العجين ده لعب. بصي قفلت واتكي كده وبرومي، وقفلي برضو عشان خاطر الملبن ما يطلعش. طبعا هنخلص كل الكمية ونسيبها برضو ترتاح ربع ساعة، احنا ما بنخمرش، احنا بنسيبها ترتاح ربع ساعة عشان خاطر تفرديها. الخطوة اللي جاية بقى، هنجيب الصينية او الصاج اللي احنا هنخبز فيه، هندهن دهنة سمنة كده، عشان ال الرول يلزق فيها وما يتحركش من مكانه وانتي بتخبزيه، وفي نفس الوقت برضو ما يلزقش في الصاج. هنجيب بقى جوز هند كتير، ده مش دقيق، ده جوز هند مبشور اهوت، هنرول عليه. احنا كنا بنرول على سمسم، لا المرة دي هنرول على جوز الهند. جوز الهند دي بتخلي ريحة المخبوزات تحفة، وريحة الشقة خطيرة، وتشميها بصي من قبل العمارة بعمارتين اتنين. او تبرمي، انا لا عايزة الفتيل ده ولا رفيع ولا تخين، عايزاه يبقى حلو لانه بيكبر شوية
لما بيدخل الفرن، لان فيه خميرة احنا ما بنسيبش يخمر، بس برضو بيكبر شوية، مش شوية قوي يعني، مش كتير، لا شوية صغيرين. اللي اقصده ان الفتيل اللي انت هتعمليه مش هيطلع لك بنفس الحجم، هيكبر شوية. فاحنا عايزين القرقيش تبقى مقرمشة وجميلة، ما تبقاش طرية، فابرميها على قد ما تقدري. وفي نفس الوقت برضو ما ايه، يبقى يعني اتخن من البقسماط كده شوية. خلصنا الكمية، برضو هنسيبه يرتاح ربع ساعة. اول ما تخلصي الكمية تقومي مشغلة الفرن فوق وتحت لمدة ربع ساعة. الربع ساعة بتاعتنا عدت، يكون المنين بتاعنا ارتاح ودخلناه يتخبز. نطفي الشواية ونسيب تحت شغال. اول ما ياخد لون قعر حلو كده، احمر ذهبي جميل، نقوم مشغلين الشواية دقيقة. خلي بالك بس الشواية عشان ما تحمرش جامد. وهو سخن طالع كده تقطعيه التقطيعة اللي تعجبك، سمبوكسات بقى، صغير كبير، او بصي دايب وجميل قوي قوي. الطريقة دي بسيطة جدا، مع كوباية شاي بلبن كده بقى في العصاري الصبح بدري. تديها في اللانش بوكس مع السندوتشات لولادك، جميلة جدا جدا بصراحة، تحفة. طريقة اعتمديها، واحلى من السمسم بمراحل. دعوة حلوة منكم ليا وليكم المثل.